السلام عليكم بنات، لاباس عليكم هانيين؟ نتمنىكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير. كما كتشاهدوا هذا الفيديو هانتو البنات نقصوا حتى في هادو من التخفيضات ديال سور اكس يوم الاربعاء كيف العاده. شحال صراحه مبقيت جيت لي وني هادو ما كيخدموش على هذا على اندكسيون العاديين، ناقصين حتى في هادو البنات. هادو زويونين بحال الطباص الغير صغارين وهذا كيجيو معاهم زويونين، كيديروا اورو 69. ناقصين في هاد البلاد حتى هما 7 اورو 95. الوينات اللي كاين بطبيعة الحال. وناقصين في هادشي ديال لي دغا، ما ناقصينش بزاف. كاين الكيسان البنات ناقصين فيهم في الجهه الاخرى مازال ما كسبوهاش. كاين هادي حتى راه نقصوا فيها ملي ما بقاوش اللوان هذا اكثر يبقاو غير هاد اللوان هكا. حتى في هادو ديال الماساج وهادو البواطه ديال الغونجمون كيولي شاركين معنا المنظمات. كاين هادو البنات ديال الخضره صراحه اللي كيجيو زوينين هكا في تيغوا، كل وحده شنو كتحطوا فيها. حتى في الغسيل كيكونوا ساهلين، كيديروا 2 اورو 62 الوحده. باش ما قلت لكم تقدروا ديروهم حتى للتقيشرات هكا الوليدات وداكشي كيجيو عاود زوينين، ماشي ضروري نديرو الثلاجه كنخليهم كتستعملوهم لاي حاجه. دابا بغيت نجبد لكم ماشي وحده وحده داخله في وحده باش تحيد مع ترونسبارون كيبقاو يبينوا لكم اي حاجه. ها هي ديجا لقيت وحده محلوله. كاين هاد لي بواط اللي جابوا معاود ديال الساندويتش اورو 62. تعرفوا كيبدا الجو زوين كيبداو يخرجوهم، ولا كنتو نتوما تخرجوا وليداتكم. كاين هذا البنات اللي ناقصين فيهم دابا حاليا داير لهم 2 اورو 62 هادو. واخا ما كاتبيناش هنا مديرينش في الدخله راه هما ناقصين فيهم، ملي كتسكانيو الكود راه كيعطيكم بان ناقصين فيهم. هادو ديال تشيك كاين سامبل وني اكثرتهم باقي ديال تشيك غا البنات كيف ما شفتوا. انا نحاول نجبدهم لكم كاملين. هذا اللي بقاو انا غنشارك معكم لحد الدنيا خاويه باش ما بقى فيهم. كاينين 3 اللي بقاو سامبل اكثرتهم تشيك وواحد منمر. هذوك اللي 12 هادشي اللي بقى. صراحه واعرين فنين. انا راه عندي من العام اللي فات ومازالين عندي زعما كنخدم بهم لاصوب، كندير فيهم قهوه حليب هكا نجلس ونعقل على البليسه ديالي حتى مع وليداتي كناخذ كلشي. الفينيسيون ديالهم زوينه. وعاد دابا البنات ناقصين فيهم يعني صافو كنت تاخذوهم دابا نحطهم في برومو 2 اورو و 62. مملا بطبيعه الحال كيمشي ياخذهم من اكسو ديريكت. هادو البنات رجعوا جابوا لونسومبل كامل بلي طاس ديالو بكلشي بزليفات باي حاجه بغيتوها كيما شفتوا. غير هما كاين شي حوايج اللي ضاربين عليهم هذا بلا اورينتال، المهم كلهم بلا اورينتال. الديكورات هما الشكل ديالنا حتى الرشمات ولا كلشي زوينين. وحتى الثمن ديالهم البلا الكبيره كدير 349 اللي عليها 249 هذه ديال 19. والزلافه بلا يونطال بوردوري المهم يمكن الزلافه 2 اورو و 69. وهذا موغ كافي هذا طاس كيدير اورو 42. يعني لونسومبل كامل البنات غادي نتلقاو. الكحله البنات هنايا بقى الازرق والنواخ حتى هو اللي زوين. وني البيض البنات اول حاجه كتمشي هو البيض. المهم انا راه خديت البيض وخديت هذا بقى ليا غير الازرق ليا بارك. هادو حتى هما هادو صراحه كيمشيو مع هاد لونسومبل كيمشيو بزاف مع هادو صراحه زوينين وكلشي. ما غاديش نخدموا بهم دائما. كاين هادو تما اللي اورو البنات فنين. هادو كتخديت منهم وكانت شجعتني واحد الاخت
كاين اللي فيه لوف، كاين اللي فيه هوم، كاين اللي فيه ساو، معرفتش المهم هذا مقريتهاش مزيان. كل واحد شنو مكتوب فيه. هانتوما كاين حتى الابيض ديالو، كاين هاد اللون هو اللي جبت، والغوز، كاين داك البلون كاسي ديالو هذا. نحاول نجبدو هادو اللي لقيت البنات. هذا مكتوبه فيهم، هذا ساور ولا شي حاجه ساور، ما عرفتش صراحه، ما عرفتش لونغلي بالذات. كاين لوف وهذا نفس الشكل زوينين. خديت منهم البنات انا ولادي كيديروهم في الميكرو اوند، واخا راه كاتبين عليهم ما كاتبينش عليهم زعما واش يديروهم في الميكرو اوند ولا لا. اللي ولادو كيديروهم زعما ما جرى ليهم حتى حاجه، صافي خليتهم. قلت اصلا ما غاليينش نبقى نعزل هذه ميكرو اوند هذه لا، صافي خليتهم. وبعد الخطرات البنات راه كيديروا لي حتى هادو، واحد المره لقيتهم دارينهم حس ما خلاوهمش مده طويله. خصكم ما ديروهمش وتخليهم واحد كيف ما نقولوا واحد 3 دقائق ولا هذا اللي شويه صعيبه. مي كنحاول ما امكن ما ندخلهمش. كتعرفوا هادشي لا الالومنيوم داكشي كيبدا كيتقرع في الميكرو، داكشي علاش كيقول لك ما ديروش. كاين هاد البنات اللي جابوهم جداد هاد لي طاس حتى هما لوك هكا في كنالي. المهم فيهم البينات حتى هو مدخلين بزاف ديال الحوايج البنات. هادو ديجا شاركتهم معاكم، كيعجبوا هادشي اللي فيه ديسان هذا. انا ولادي ضروري تما كتلقى عندهم كيسان ديالهم وكل واحد وكيفاش داير. وهاد القراعات ديال الكونفيتور انا جيت ندي وحده. كاين هاد الشكل وكاين هاد الشكل، كاينش في الكحل. المهم هادشي اللي كاين البنات في هاد الجهه. وفي داكشي ديال اكسيون بالنسبه لهاد لي كاشبون اخوات لي سولوني عليهم، هما كيديروا 93 انا خديت منهم. والجديد في لي كاشبو عاوتاني نشاركهم معكم. فين هادو البنات حتى هما زوينين كيديروا 3 اورو. هادو مرخمين، شوف كيفاش دايرين فنين. نحاول نجبد لكم فيهم هاد اللوينات اللي فيهم صافي البنات. تقدروا ديروا فيهم اي نبته بغيتو. باغ اكزومبل انا ندير فيهم هادي. يجيو فنين عاود. الصغيره كدير اورو 99 والكبيره كدير 2.99 يعني 3 اورو. البنات كيف ما شفتوا الكميه اللي فيهم يعني تبارك الله راه فيهم كثير. بالنسبه لهاد الجهه شنو متوفر فيه بطبيعه الحال هذا مكان البنات. هادو ديجا شاركتهم معاكم هاد لي طابلو تقريبا راه غادي يحطوا فيهم في بزاف ديال البلايص. وهنا البنات غادي نشارك معكم الوصفه ديال الشباكيه ان شاء الله. عندي 2 كيلو البنات ديال الدقيق كيف ما شفتوا. غادي نحتاج ليها 8 المعالق ديال النافع وحبه حلاوه يعني مخلطين بجوجهم، قبيصه ديال الملحه المهم نسيتها حتى للتالي. هنا عندي معلقه ونص ديال القرفه، مسكه حاره البنات اللي 10 الحبات هكاك اللي غادي نطحنهم. عندي هنا كاس ديال المزهر البنات اللي درت فيه زعفران شعره. عندي هنا كاس ونص ديال الزيت، زيت بلديه البنات، درت كاس ديال زيت بلديه ونص كاس ديال زيت سمسم. كاس ونص ديال الزبده. ايوا البنات وهاد الزلافه اللي عبرت بها سميتو عبرت بها زنجلان، ودرت 2 كيسان ديال اللوز. المهم ما ديرش لا الروينه البنات راه كتعرفوا البقيته ديال التوجاتات كتبقاو تحطوا غير هنا وهنا. دابا عاد غيبدا التخمال ديال بصح. غادي نطحن هاد السكر البنات مع مسكه حاره مع شويه ديال السكر كلاصي نعركم مزيان وغادي نضيفهم للخليط. بالنسبه هنا البنات طحنت انا الزنجلان واللوز اللي طحنته مزيان، غادي نزيد عليهم الزيوت وغادي نخليهم يطحنوا مزيان حتى يولي واحد السائل البنات اللي نقدر نبسبس به هذه الشباكيه ديالتي. وهكا ما غاديش تاخذ لينا وقت بزاف. ملي نبغيو نبسبسوها غادي تدخل كاع العناصر كامله. تقدروا تزيدوا حتى القرفه البنات وحبه حلاوه باش نتوما تاكدوا بان كلشي غادي يدار مع بعضياته. هنا غادي نعاود نطحنهم مزيان البنات، غير هي سدوا البوشون من الفوق ما تخليوهاش محلوله حنصينوا الدار كامله غتولي لكم شباكيه. درتها على النمره 10 البنات، طحنتها مزيان كيف ما شفتوا
ودابا غادي ناخذ المسكه حاره، غادي نزيدها الدقيق ديالي وغادي نبسبسهم مزيان، وعاد غنزيد دوك العناصر البنات اللي طحنتهم البنات وغنضيفهم بعضياتهم. سمحوا لي جاتني الكحه وصافي وحبس مع الحساسيه البنات، سمحوا لي بزاف. هنا غادي نخلط كاع العناصر كامله مع بعضيات البنات. وبالنسبه للعقده اللي طحنت كلها غادي نصفيها من مصفى، تقدروا تزيدوها الا مأكدين منها البنات ديجا مطحونه مزيان وما بقات فيها حتى حبه اللي غتقطع لكم العجينه، غير كطحنوا وتضيفوا. انا في الاخر البنات صفيت هكا بانت لي يعني هي هذيك صافي وضفت كلشي، يعني ما احتاجيت بقيت كنصفي فيها حتى للتالي. كيبان ليا غير واش جنجلان ولا هذا اللوز بقاو شي طريفات باش هكا من نبدا نورق فيها ما تقطعش ليا العجينه. صافي كنبقى هكا دغيا كيهبط داك اللوز وداك الخليط البنات اللي طحنتو كيجي بحال الشكل ديال املو. صافي كيسهل عليكم بزاف. هذه الطريقه اللي كندير تقريبا دائما البنات. غادي نخلي لكم الوصفه في صندوق الوصف ان شاء الله، وهكا تمشيو ليها كاملين. المهم البنات انا راه ما شاركت معكم بيضه في المقادير، صفر ديال البيضه، مي انا راني زدتو البنات، راه قلتها في الاخر ديال لا فيديو، وني دابا ملي كنعاود لكم في الصوت نقولها لكم من الاول باش هكا تكتبوها. واخا غنكتبها لكم ان شاء الله، غتلقاوها ان شاء الله في صندوق الوصف مكتوبه لكم الوصفه كامله ان شاء الله الرحمن الرحيم. غير بالنسبه للماء اللي قياس البنات ما ديروهاش مطلوقه وما ديروهاش قاصحه باش ما تعذبكمش في الطليق ديالها وفي الشكل ديالها. الا رخيتوها بزاف غتبقى تعلك لكم والمنظر ديالها يخسر. درتوها قاصحه غادي تعذبكم بزاف في التوراق. وكاين اللي ما عندهاش الماكينه يعني راه كتعذب بزاف الا درتوها قاصحه، ديروها ما بين وبين، غير هي ما تخليوهاش ترتاح بزاف البنات، حيت تما غادي تعذبكم بزاف. غادي هي قد ما بقات قد ما كتبدا تطلق. وين الا شكلتوها ساليتو خليتوها ديك الساعه المكان ونص ساعه هكا طلقات راسها وبديتو تشكلوا فيها كتحكموا فيها، ومن بعد فاش كتبداو تشكلوا فيها وتحطوا في الصينيه ديالكم راه كتعرفوا الشباكيه هي كتنشف. ملي كتنشف ما كتخافوش منها، كتبقى هي. غادي نحاول نخلطها كامله نبسبسها كامله البنات، سمحوا لي بهذه الطريقه حتى غادي نتاكد منها مزيان. المهم انا غادي نحطها في بلان طرافاي البنات ونعركها مزيان بايدي باش هكا نتاكد من كل شيء. هو هذاك حيت كنت مدي على شي حاجه تكون صينيه كبيره. هنا الماء زهره البنات اللي درتو فيه زعفران، غادي ندير هنا واحد كي متحمصه البنات ديال الخميره ديال الدار، وغندير تقريبا نص معلقه من 11 غرام البنات، يعني نص باكي ديال 11 غرام ديال الخميره. وتقدروا ما ديروش خميره ديال الدار، هي كتعطي واحد الهشاشه بزاف. هنا غنديروا 2 معالق البنات ديال الخل. كل كيلو البنات عندكم فيه معلقه واحده، بحال كيلو كديروا نص كاس ديال الماء زهار، كديروا هذا سمحوا لي 4 معالق ديال النافع وحبه حلاوه، يعني جوج هكا المقادير البنات باش كتمشيو بها. نص فرط بيضه. صافي هنا غادي نخلط كلشي البنات مع بعضياتو. كيف ما شفتوا راه ما كنحتاج نزيد اللون الصناعي ولا شي حاجه البنات، غير زعفران شعره هو بوحدو عاطي اللون. ومع المقادير اصلا اللوز محمراه بالقشره ديالو ضيفه، ما كنحتاجش مازال يعني نزيد ملونات واحده اخرى. كاين اللي كيدير راس الحانوت ولا هذا، صراحه كنت كنديرها شحال هادي مي حاليا مبقيتش كنديرو، كيجي هكا منكه وحتى في القليان البنات ما كتضركمش راسكم. هنا البنات غادي نحطها في بلون طرافي وغنبقى نزيد في الماء وانا كنجمع وكنعرك غير هكا بيدي. من بعد البنات غادي ندير العجانه حيت يدي ضراتني بزاف. صافي كندير العجانه غير باش تجمع عليا ويدخلوا دوك العناصر كاملين مع بعضياتهم. وصافي من بعد غادي نبدا نديرها في بلاصيكات حتى كترتاح تقريبا واحد ساعه. المكانه البنات شدات ليا في راسها. والملح البنات بطبيعه الحال ضروري انا قلت لكم في الاول كنت نسيتها ما ضفتهاش حتى للتالي سمحوا لي. صافي غادي نجمع راه كلشي كيعرف البنات، كاين اللي كيبغي الطريقه ديالك اللي كديري وهذا، علاش داكشي كنشاركها معكم. من نفس الطريقه البنات كنديرها كل عام. كيف ما شفتوا اللون كيفاش كيجي ديالها ما كتجيش بيضه كيبان لكم غير الدقيق بوحديتو، حيت كاين اللي كيدير كميه قليله ديال اللوز ديال الزنجلان وهذا. وتا الزنجلان قد ما خديتو داك اللي كيكون حميمر واحد شويه يكون بحال نقولوا بلدي على رومي البنات، حيت كاين رومي كيكون شهب وكاين واحد كيكون اللون ديالو حمر، يعني كيعطي اللون زوين. هنا البنات خليتها حتى ارتاحت، من بعد غنبدا نقطع فيها هكا لي بوده ومن بعد غادي نشكلهم وندير في البلاستيكات. بالنسبه لي ما غنديرش الكميه كلها نفس الطريقه، غنخلي حتى نحس براسي كملت الكميه الاولى عاد غادي ندير الكميه الثانيه باش هكا كنتغلب عليهم ما تطلقش بزاف، حيت هي قد ما جلسات البنات قد ما كتبقى تطلق في داك الزيت ديالتها هو اللي كيخليها تطلق مزيان. المهم عندي اللوز تما البنات كتصايبت
كيبان لكم في الجنب كتصيفط بسطيله. واني المهم غير مختطفات ان شاء الله نشارككم معكم في فيديو الماجي. هذا النهار الشباكيه والبسطيله نهار عامر. ما بالنسبه للشباكيه انا درتها البارح البنات ماشي اليوم غير نشارك معكم الوصفه وصافي. وسمحوا لي البارح الاخوات اللي بقاو يتسناو ما نزلتش ليهم لا فيديو. المهم كيكون مشغوله هكا البنات ما نقدرش ندير بزاف الحاجات في نهار واحد، ضروري الواحد كيعيا. هنا كيف ما شفتوا خليت وحدين صاينين ونرى بديت كنشكل البنات. هانتوما راه صايب صينيه عاد غادي نكمل معكم دابا الطريقه. هاد العجان البنات الاخوات اللي سولوني عليها خديتها شحال هادي. ومنين خديتها انا من لوكلير اللي كيبيع البلاصه ديال المعينات وداكشي. كانوا دايرين فيها بروموسيون البنات من 620 كانوا داروا لها 50%. صراحه طلعت لي تقريبا والو. ومن بعد خديت لاكسيسوارات ديالها. كتخديت ديال لي بات هي الاولى ومن بعد بقيت خديت ديال بشنيخه. هي راه عندها بزاف ديال الشكيلات. وبالنسبه لهاد لاباريات البنات راه كاينين حتى في هذا العجانات الاخرين شنو سميتهم كيتشين ايت البنات حتى هي راه فيها اكسسوار ديالها وعاد راه موان شاغل البنات بارابور كانود. انا خديتها البنات راه تقريبا دابا شحال 4 سنين البنات وهي عندي والحمد لله كل عام كنخدم بها. وكنقول الحمد لله مني خديتها. كديك الساعه البنات خديتها ب 40 اورو. دابا صراحه ما عرفتش حاليا الثمن ديالها بالنسبه للاخوات اللي كيعرفوا الاثمنه. وبالنسبه للعجانه راني قلت لكم الثمن ديالها بشحال كانت 620 وداروا لها 50% يعني 50%. الصراحه راه تقريبا حتى هي شي 6 سنين البنات ولا اكثر وهي عندي. خديتها البنات قبل ما نحل القناه. والقناه انا ما كنتش كنحط فيها دائما العيال الوليدات. ما كيكون عندكم صغارين ضروري كتحبسوا ما كتقدروش تكونوا باستمراريه. هنا البنات الزربه البنات راني وليت محترفه. غير البنات اخواتي يسولوني واش كتشدي لي كوموند. لا البنات ما كنقدرش الواحد يلا كيتكافى مع وليداتو مع دارو. هادشي اللي كاين. بالنسبه لي البنات هانتوما ساهله التشكيله اللي كندير. انا وريتكم ببطء هكا باش تبان لكم صافي. وهنا كنقطعوا دوك الجنيبات. هذا هو الشكل ديال الشباكيه ديالي. هي من الاحسن ما تكون صغيره بزاف البنات وما تكونش عاوتاني كبيره. هي كبيره كتجي في المنظر عاطل العين. انا درت شي وحدات البنات في الاخر دوك اللي شوتو داكشي اللي بقاو ليا باش ما نضيعهمش ونبقى نعاود فيهم بزاف ديال المرات. درتهم كبار وني جاو رطبين ديال شي واحد مسكين ما عنده سنان. هذيك هي اللي طلق ليه وحده كبيره صافي وجمع النوضه. صافي هذه الطريقه ديال البنات ديال الشباك. شحال هذه كندير ديال واحد يعني واحد هكا واحد نهزو واحد نحطه زعما كنديرو في الصباع ديالنا واحد خيط كنهزو واحد خيط كنحطوه وغادا هكا صافي. هذه الطريقه ديال البنات اللي وليت عندي معتمده كنديرها بزاف من نهار صافي عرفتها. صافي ما بقيتش كنستغنى عليها يعني كتجيني سهله. ما متى ولادي كنزيدهم هكا كيصايبوا صافي كيعرفوا زعما اشنو الشكل. كتقطعوا 4 ديال الاشرطه البنات. بالنسبه لي انا الجناب ما كنحيدهمش حيت من بعد غادي نحيدهم ما كاينلاش نضيع وقتي معاهم من الاول. صافي كندير 4 ديال الاشرطه وكنقطع. وانا البنات راه كنت كنزرف فيها تقريبا بديتها مع ديك 3 البنات ساليتها مع 5.5 هكا يعني زربت فيها بالنسبه لي 2 كيلو. راني زربت فيها زعما. كاين اللي كيدير فيها قل وكاين اللي كيدير اكثر. كاين اللي راه النهار كله كيعمر بها. والقليان البنات خليته حتى الليل حتى صافي سديت هي في الكوزينه وبقيت غير بوحديتي. صافي كلشي مشى نعس عاد كملتها. صافي هذه الطريقه ديال البنات غنكمل عليها وصافي نتلاقاو ان شاء الله باش مني نقليوه. وهنا البنات من بعد ما ساليت الكميات ديالي خليتها نشفات البنات. كان خاصني الزيت نسيت زدتو هو والعسل. وصافي دابا دخلت وبديت في القليان. زدت هادوك البنات كنزيد منهم باش ينكهوا ليا العسل. واخا كنصايب ديال الدار كنزيد نكه به. انا درت واحد البانيو بين السقطر والشبكه. ضروري كتوجدوا كلشي بكري صافي. ودابا غادي نسخن الزيتون نبدا نرمي فيها. هي من الاحسن تكون الزيت غالبه البنات باش ما تحطش لكم على الطاوه نيشان وتحرق لكم من التحت كيولي واحد لاطخاص لي في شكل. صافي حنا غير كنشدوا الرمال البنات ملي كتكون قابطه في راسها وكرمات ما كتحتاجوش. غير الخميره البنات ما تكثروش بزاف. قد ما كثرتوا الخميره قد ما الفورمه ديالها كتبدل كتولي تجي مبطبطه بزاف. كتبان لكم دوك
كما نقولوا دوك الاشرطه كيجيو منفوخين مطبزين ما كيبقاوش هما هادوك. صافي كنبقى كيف ما شفتوا التجعيبه ديال البنات كنبقى هكا كنقاد وكنزيد في الخويات. ومن بعد البنات الزيت لبانت لكم اللون ديالها تبدل، صافي حيدوها بدلوها، يعني ما تخليوهاش تكحل حيت كتولي واحد الطيبه بحال الحرق في الشباكيه. هذه الاولى اللي سيت بها البنات غادي نحيدها، راني غير سيبتها في العسل البنات وكتفركس غير بوحديتها كتجي رطبه طبه. من بعد فاش بديت نستف فيها البنات ضروري كيجيوك منهم واحد الكسور هكا، وني راه هذاك دليل على الشباكيه، يعني رطبه معلكه كتجي غزاله غزاله. شحال هذه كنت كنديرها البنات، ما كندير صفاره البيض كتكون معلكه مزيان وما ما كتفرتتش هكا، يعني كتاكلوا غير في التعليكه ديالها ما كتجيش رطبه بحال هكا. صافي دابا ملي كندير صفاره البيضه راه كتجي واحد التعليكه اللي بوحديتها البنات. كيف ما شفتوا كندير العسل بارد البنات، راه قد ما تبان ليا بردات ما درتش العسل كلها بطبيعه الحال. ملي كتبان ليا سخنات ديك العسيله اللي كنرمي فيها الشباكيه كنعاود نزيد من البارده باش هكا تبقى ديك الشباكيه تدخلها العسيله في ديك الجعابي ديالها. كيف ما قلت لكم هي فاش كتسالي راه مره كتسقيوها هكا شويه العسل، الا درتوها في الكونجيلاتور بطبيعه الحال راه ما كتزيدوا ليها حتى حاجه، غير هي ما بين الطبقه والطبقه ديما ديروا بلاستيك البنات، كل طبقه ما بيناتها يا بابي سوفوريزي يا بلاستيك، وبلاستيك كيكون احسن. هانتوما شباكيه البنات راني دابا كنطيب وكنحط، شتو العسيله كيفاش داخله، وما غادي نشارك معكم ان شاء الله من بعد الشكل النهائي ديالها وكاع الحويجات اللي صايبت. نتمنى تكونوا استفدتوا منهم، وشكرا على التشجيعات ديالكم، ومرحبا بالاخوات اللي انضموا للقناه، كنقول لهم شكرا لكم وعلى الثقه اللي كديروا فيا والتشجيعات ديالكم. وخليكم مع لا فيديو. وهنا البنات هذا هو الشكل النهائي ديال الشباكيه ديالي كيفاش كتجي يا سلام يا سلام بنات، الرطوبه ومجعبه من الداخل، يعني شاربه العسل من داك الشرب فيه. المهم حاولت نحط لكم كاع الحويجات اللي صايبت لسيدنا رمضان ان شاء الله. كاين شي حاجات اللي صايبتهم صراحه وانا اسمحوا لي غادي ياكلوهم حاليا، يعني ما كاينلاش نشاركهم معكم. هذه هي الشباكيه البنات كتجي مجعبه كيف ما شفتوا، كتجي كلها. هانتو البنات الا حليتها شوفوا العسل، انا كندير لكم غير داكشي عشوائي باش تبان لكم العسيله فين كاينه. شفتوا يعني شاربه العسل مزيان ورطبه البنات، هانتوما كمطرطقه كامله ما شاء الله. وكتجي البنات هشيشه الا جربتوا هذه الطريقه وصيبتوا، ما تحتاجوش البنات يعني ديروها بالليل وعاد الصباح، صافي غير توكلوا على الله في النهار الا كنتم موجدين كاع المقادير صافي وبداو. صافي البريوات ديالي المهم انا راح كياكلوا منهم البنات، يعني واخا زعما رمضان يعني كياكلوا منهم. كنقول الجا رمضان كيجي حتى هو برزقو، غير كنبغيو شي حاجات يبقاو لينا وصافي. هنايا السلو ديالي من بعد ما شرب مزيان داكشي، غير انا ما كنكثرش فيه الدقيق بزاف البنات، يعني كندير الكميه ديال الدقيق بحال دايره 2 كيلو ديال اللوز كندير 2 كيلو ديال الدقيق و2 كيلو الزنجلان وهكا. وني الدقيق كتبقى 2 كيلو، تقدروا ديروا اكثر ديال الدقيق الا بغيتو يخرج لكم اكثر. وهنايا المضفوره ديالي وبشنيخه البنات اللي كتجي على هذا الشكل صراحه هي كتجي غزاله. بالنسبه الاخوات غنجاوب على السيبورات، بزاف الاخوات اللي كيقولوا لي ما خديتيهم، كاين في ليستيت البنات غير هما كيتقاموا لكم غاليين، بحال غادي نديروا كوموند عندي وراه شوفوا اللون ديالهم ماشي بحال اللون ديالهم هذا صفر واحد شويه. الا بغيتو كنتو غتقداو من عندي يعني نجيبهم لكم ما كاين حتى شي مشكل، يعني كتكون طلع لكم موان شاغ على باش تاخذوه نتوما بوحدكم وتخلصوا عليه لا ليفريزون راه كتطلع غاليه. ملي كنتم كوموندين وخديتوه غيطلع لكم موان شاغ على باش تاخذوه من لي سيت. المهم هذه غير اجوبتي بزاف اللي كيسولوني عليهم، وراه كاينين في لي مارشي، غير لي مارشي البنات كتلقاوهم كلهم اكثريه مطبعين ومحرودين، يعني مع السطوك كيجيهم بزاف كيبقاو غير كيلوحوا فيهم هز حط كل مره، والرطوبه كتعرفوا المارشيات وداكشي كيوليو مقشرين بحال هادو البنات. لا هادشي اللي كاين البنات. نتمنى الفيديو يعجبكم يكون خفيف ظريف على قلوبكم. تجربوا شباكيه غادي نقطع لكم منها باش تشوفوا الرطوبه ديالتها كتجي يا سلام يا سلام البنات. نحطوا هذا ونجيبوا شي وحده نديروا ديك هكا المهم نهز وحده من هنايا.
انا البنات في الاخر بديت كنكبر فيهم، من الاحسن البنات ديروهم مقياس هكا شويه كبير، ما كياخذش لكم الوقت، واخا ما كتخرج لكم كميه بحال الاخرين وني كيجيو مهبرين. وحتى لا غلطتوها واحد شويه على هذا البنات اللي كيبغيها رطبه رطبه اكثر من هكا، راه ديروها على النمره 3 ماشي على النمره 4. هانتوما البنات انا بشويه، هانتوما هي راه كتفركت البنات في القلي، هانتوما يعني بشويه كتقيسوها كتفرتت. شتو وكيبقى العسل، ومره راه كتخويو عليها شويه ديال العسل. الا بغيتوها الا ما كنتوش غتدخلوها للثلاجه، مره فرغوا عليها شويه ديال العسل، ولا في البواطه اللي ديروا بواطات قصارين البنات باش هكا مره كتقلبوا ما كيكونوا يتسدوا مزيان باش العسل ما يسيلش فيهم. هانتوما البنات يعني راه ديجا شوفوا العسل ما شاء الله. شفتوا يعني مره سقيوهم باش كيتعاودوا يتشربوا داك العسل. راه هما قد ما كثروا، انا خليتهم من البارح البنات حتى شدوا فروسهم وبردوا مزيان. دابا عاد غادي نديرهم في لي بواط اللي غادي نديرهم في الثلاجه ان شاء الله. وكيف ما قلت لكم هانتوما يعني العسل ما شاء الله يعني راه مشربين مزيان. وكيف ما قلت لكم البنات من الاحسن صايبوا العسل في الدار ديالكم وشدوه من بعد ديروا غير نكهوه وصافي. هادشي اللي كان. انا طولت عليكم فيديو غيجي طويل وني الاستفاده فقط. نتمنى يكون خفيف ظريف على قلوبكم وتجربوا الوصفات اللي كندير ان شاء الله. نتمنىهم يصدقوا معكم كيف ما كيصدقوا معايا دائما. انا نفس الوصفه البنات كنديرها دائما. بالنسبه للاغوصات غنحطها لكم في صندوق الوصف ان شاء الله وبتجيكم سهله باش تاخذوها. غير هي البنات بغيتوها تجيكم رطبه مزيان، زيدوا صفار ديال البيضه. كنصحكم به تزيدوا صفار ديال البيضه. الا بغيتوه هشيشه مزيان ومعلكه، صفار ديال البيضه راه كيجي بها روعه. المهم بالنسبه لي البنات انا ما شاركش معكم صفاره البيضه، وانا راه زدتو باش نكون معكم واضحه مزيان. غادي نزيدو لكم في الوصفه ان شاء الله باش هكا اللي بغات دير صفاره البيضه. ما ديرش البيض كامل، وني صفار ديال البيضه كتجي بها شباكيه هشيشه البنات. نتمنى الفيديو يكون خفيف ظريف على قلوبكم، تستافدوا منه. كنقول لكم في امان الله.